اكتر حاجه بنحتاجها في البيبي برودكت لو عندنا بيبيز، او لو احنا هنروح نزور ناس عندهم بيبي ورايحين نبارك لهم، في افكار كتير جدا ممكن نجيبها لهم معانا. هتكلم النهارده على البيبي برودكت من بوتس فارماسي في نوتنغهام. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم على بيبي برودكت فروم بوتس، وافكار حلوه قوي موجوده في بوتس، لان كل حاجات البيبي موجوده في مكان واحد، سواء كانت لبس او منتجات غذائيه، سواء اكل او بيبرونات والحاجات دي. وحلوه قوي ان احنا ممكن لو حد والد لسه، واحده لسه والده، نجيب لها حاجات من دي هديه، تبقى فكره حلوه. خلينا اوريكم ايه المنتجات الموجوده في بوتس البيبي برودكت. طبعا الدور الاول كل الحاجات الكوزماتكس والميك اب اللي هو قبل الولاده يعني، بس ان شاء الله هنرجع له تاني. فاحنا هنطلع الدور التاني للدور بتاع الفارماسي وحاجات الاطفال. طبعا بوتس من اقدم الفارماسي اللي في انجلترا، وبكل شويه بيوسعوها ويحطوا سيكشن جديد. هتكلم دلوقتي على السيكشن بتاعت البيبي برودكت او البيبيز سيكشن. هنبدا طبعا بالنابيز او البامبرز. زي ما انتم شايفين في نوعين من البامبرز، ده نوع اسمه بانتس اللي هو شبه البانتس، والنوع التاني العادي اسمه نوفل فريندلي شيب. هما رسمين لكم او حاطين موديل. وفي كمان الكفوله، ودي اسمها ريوزابل نابيز. طبعا الناس بتختار يا اما البامبرز العادي او الكفوله، لانها بتبقى حاجات طبيعيه وما فيهاش كيميكالز. دلوقتي الاويلز والشامبوز اغلبها من الكوكونات والميلك، ما فيهاش كيميكالز كتير عشان تبقى رقيقه على بشره الاطفال. البادز مهمه جدا، سواء انتي مش بتستخدمي وايبس في التنظيف ممكن تستخدمي البادز دي، ليها استخدامات كتير جدا. وطبعا السودو كريم مهم جدا، دي ممكن تكون احلى هديه بقى، اللي هو المونيتور بيبي. دي كاميرا بتتحط في غرفه البيبي وتقدر الام تشوفه في اي وقت. البوتلز بقى، البيبرونات، مفيش حاجه اسمها انسب نوع واحلى براند. هو في نوعين، يا بلاستيك يا اما سيليكون، على حسب بقى اطفالك بيرتاحوا في ايه. ده هتعرفيه لما تجربي ده وده وتشوفي ايه المناسب وتستخدميه على طول. وكمان ممكن تعتبر البريست بامب هديه حلوه قوي لو في ام بترضع طبيعي. التيتينات نفس الموضوع، في بلاستيك وفي سيليكون. ومشكله القشر بقى بتاعه الاطفال، فليك فيكسر هتبقى هديه حلوه قوي، او سنو ستاكر لتنظيف المخاط، لان احنا في الشتاء بقى. دي كلها معقمات لازم تكون عندك برضو تعقمي بيها حاجات الاطفال. دي فكره هايله جدا للي بيرضعوا صناعي، اسمها ميلك ديسبنسر، ودي بتحط فيها الرضعات لو انت خارجه بره. الفيتامينز واللبن الصناعي برضو يعتبر من الهدايا اللطيفه جدا لو الام بترضع صناعي. لو البيبي كبير شويه وبدا ياكل ممكن تجيبوا الحاجات المبدئيه للاكل. الكارير حلو قوي. السليبنج باك برضو فكره هايله جدا. كل الحاجات ديت هتسهل الام حياتها شويه وهتعتبر هدايا كويسه. دي مجموعه برودكتس جبتها من بوتس، وحاسه ان هي من الاخر، لان جربت كذا حاجه ما كانتش كويسه. اول حاجه بالنسبه للشامبو، بوتس بيبي بابل، ده كويس جدا، ريحته حلوه، ما فيهوش كيميكالز كتير. وكمان تيرز فري، مش بيسبب دموع. بالنسبه لمنتجات جونسون، الاويل مش بحبها قوي. مع الاويلز عامه من جونسون بحسها بتنشف اكتر ما هي بتخلي البشره طريه، بس من جونسون اللي من جونسون حلو جدا هو اللوشن اللي لونه بينك، النوع ده كويس جدا. والباودر، خلاص الباودر مش بنستخدمه عمال على بطال، ممكن مره واحده بس يعني، او مرتين في الاسبوع، وفي اماكن معينه يعني اندر ارم وبين يعني مكان البامبرز، بس مش بنستخدمه كتير لان في كيميكالز كتير وبيسبب تسلخات. ايه تاني من بوتس حلو؟ الاويلز دي بتتجاب من بوتس برضو، لو في مناخيرهم مسدوده بسبب الرشح. اول باس اويل بتعمليه ازاي؟ بتحطيه على المخده بتاعتهم كده، او بتحطيه على منديل ويبقى قريب من المخده مكان ما بيناموا، فهيوسع الشعب الهوائيه ويخليهم يعرفوا يتنفسوا كويس جدا الاويل ده. منتجات بقى تانية، ممكن باودر تستخدمه في سان حلو، نفس الباودر بتاع جونسون كويس برضو.
افينو حلو جدا، بيرطب البشره، بس لازم تستخدموه كل يوم، يعني هو حاجه يوميه. في نوعين من الكريمات، بس بصراحه هي مش من هنا، من ايطاليا، وكويسه قوي، وانا عايزه اعمل ريكومند عليها. بايو اورجانيك ده بيخلي البشره طريه جدا وحلوه، بس عشان هو اورجانيك فملوش اي ريحه خالص. وكريم نيفيا بيبي ده بيبقى للتسلخات، بيبقى فيه زنك وريحته كويسه قوي، بس ما بيستخدمش على البشره او على الجسم، هو بيستخدم مكان البامبرز بس. بالنسبه بقى للتيتينات او للدومي، في نوعين برضو، سيليكون وبلاستيك، بس انا هقول لكم الحاجات اللي انا جربتها وحسيت ان هي كويسه او ولادي مرتاحين فيها. الثلاث انواع دي كويسين جدا. اول حاجه كيكو السيليكون البني، النوع ده مريح جدا، وكل ما الطفل بيكبر بتختاروا له الحجم المناسب ليه، لانك لو اخترت حجم غلط هيبقى عنده حروف لما يكبر وهتاخر الكلام شويه، فلازم الحجم يكون مناسب لسنه. النوع ده كويس جدا، بس عيبه بيلم تراب كتير ووبر. النوع ده من هنا برضو، من بوتس تقريبا. ده بايبس تقريبا، اللي هو اقدم نوع هنا في انجلترا، ولكن نفس المشكله بيلم، هتلاقوا هنا دايما في وبر، حتى لو عندوها في البوكس بتاعها هتلاقوا فيه وبر. ده احسن نوع السيليكون الابيض، بيبقى سهل خالص انك تنضفيه، والحاجات مش بتلزق فيه بسرعه. النوع ده كويس جدا، السيليكون الابيض. برضو هتشوفوا السن بتاع عيالكم ايه والحجم المناسب للسن ده. بس كده، دي انواع التوامي اللي انا عايزه اقول لكم عليها، وبرده لو في حاجات تانية استخدمتها هقول لكم ريكومنديشن عليها. باي باي. كده الفلوج خلص، اتمنى يكون عجبكم، واقابلكم الفلوج الجاي. باي باي. حبيت بقى اوريكم احلى فلوج. الكاميرا عماله تعمل كده. جيت اللي ماشي، نظبط الاضاءه.